شايفين هالكيكة الحلوة؟ شكلها كتير حلو وطعمها بيجنن. فظيعة، سهلة وبسيطة، تنجح معك من أول مرة، من غير خطوات كتير، مكونات سهلة كتير، ما فيها بيض، وبتخلص بدقيقتين بس، وهشة وطرية كتير. يلا مع بعض نشوف طريقة التحضير والمقادير. أول شي بتجيب طاجن فخار مقاس صغير مو كبير، إذا عندك بايركس كمان بيمشي الحال، بنحط فيه معلقتين كبار من الطحين متعدد الاستعمالات، ومعلقة ونص كبيرة من السكر الحبيبات العادي، معلقة صغيرة من الكاكاو الخام، وكمان ظرف واحد من الفانيليا البودرة، إذا عندك فانيليا سائلة حطي معلقة صغيرة، نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وكمان معلقتين من الزيت النباتي. أي نوع زيت موجود عندك بيمشي حاله. نحرك المكونات هيك كلياتها مع بعضها حتى يختلطوا بهذا الشكل الحلو. حتضيف عليهم كمان حليب سائل مقدار 5 معالق كبار بس يكون بدرجة حرارة الغرفة، ونحرك المكونات هيك كلياتها مع بعض حتى يختلطوا مع بعض ويصير عنا الخليط متجانس ما فيه أي كتل، ويصير قوامه مثل ما حتشوفوا هلأ. أنا القوام عندي هون كان تقيل شوي، فضفت كمان معلقة من الحليب وبرجع بحرك حتى الحليب يختفي تماما ويصير الخليط بهذا القوام الحلو، نفس قوام الكيك بالضبط، بس ما احتجنا أي بيض. حنجيب منديل أو محرمة نظيفة، حنمسح الحواف تبع الطاجن من جوا بهذا الشكل حتى ما يحترق معنا نحن وعم نساويه. شايفين هالطريقة ما أبسطها وكتير حلوة وسهلة، البنات الصغار حيقدروا يعملوها بكل سهولة. هلا حنفوتها على الميكروويف لمدة دقيقتين بس أو 12 دقيقة بالفرن حتى يستوي وينتفخ هيك ويصير هيك حلو. حنختبره بعودة تبع شيش طاووق أو حتى خلة أسنان، المهم العودة تطلع معنا نظيفة ما فيها أي عجين. تمام، بس تطلع هيك نظيفة يعني الكيكة صارت عنا جاهزة. نستناها حتى تبرد ونرش عليها من فوق سكر بودرة، بتكون صوص شوكولاتة، جوز هند كمان بيمشي الحال، أي شي انتو بتحبوا تحطوه توبنج عليها من فوق بيطلع لذيذ وطيب معها، وبضيف لهالكيكة نكهة كتير حلوة ومميزة. إذا عندكم صوص كراميل بيمشي الحال، صوص فراولة، صوص توت كمان. المهم الكيكة هي هشة بطريقة مو معقولة وكتير حلوة. شايفين طعمها كمان كتير بشهي، سكرها كتير مزبوط، أقل وقت وبأسرع طريقة. وإن شاء الله تكون هاي الوصفة عجبتكم، بتمنى إنكم تجربوها وتكتبوا لي رأيكم بالكومنتات. وإذا أول مرة بتشوفوا قناتي لا تنسوا اشتراك بالقناة وتفعيل الجرس حتى يوصلكوا إشعارات الفيديوهات الجديدة، لايك للفيديو، كومنت وشير لكل الناس اللي بتعرفوه، وإن شاء الله بشوفكم فيديوهات تانية. يلا باي.